المعركة اللي حصلت من غير جيش، تخيل إنك تقدر تسيطر على مدينة كاملة من غير ما يكون معاك جيش حقيقي. دي مش قصة خيالية، دي حيلة عبقرية نفذها القائد المسلم طارق بن مالك سنة 710 ميلادية، وكانت السبب الأول في فتح الأندلس. لما كان طارق بن زياد بيجهز لفتح الأندلس، كان محتاج يعرف طبيعة الأرض وعدد القوات الأسبانية، فقرر يبعت طارق بن مالك في مهمة استطلاعية سرية. طارق خد معاه 100 فارس و400 جندي وركب البحر ووصل لسواحل جنوب أسبانيا، وتحديدا جزيرة صغيرة سميت بعد كده باسمه جزيرة طريف. لكن المهمة دي اتحولت لحاجة أكبر بكتير، تحولت لانتصار غير متوقع. بعد ما نزل طريف بالساحل، بدأ يراقب الأوضاع، وهنا لاحظ حاجتين مهمين جدا: السكان والجنود كانوا معتمدين على الحصون وواثقين إن مفيش حد هيهجم عليهم فجأة. هنا طريف استغل عنصر المفاجأة، وبدل ما يفضل في وضع الاستطلاع قرر يعمل هجوم سريع وقوي. الجنود الأسبان لما شافوا المسلمين بينتشروا في المدينة افتكروا إن جيش ضخم وصل لغزوهم، فحصلت حالة ذعر رهيبة وبدأوا يهربوا من غير ما يحاولوا يقاتلوا أصلا. النتيجة بداية فتح الأندلس بكتيبة صغيرة جدا ومن غير معركة حقيقية. طريف قدر يسيطر على المنطقة ويرجع لطارق بن زياد بأهم المعلومات عن العدو، وبعدها بسنة طارق بن زياد قاد الجيش الإسلامي وهزم القوط في معركة وادي لكة، وبدأ الفتح الإسلامي للأندلس. القصة دي بتورينا إن القوة مش كل حاجة، الذكاء والتخطيط ممكن يكون أقوى من أي جيش. طريف دخل التاريخ لأنه استخدم العقل قبل السلاح وقدر يحقق انتصار من غير معركة حقيقية.